كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. الأحبة الكرام، خلال اللقاءات 11 الماضية كان حديثنا منصب على القلب السليم وكيفية الوصول للقلب السليم والوسائل المساعدة لأن يكون قلوبنا قلوبا سليمة. المفترض أن أبدأ في الحديث عن القلب المريض، ومن ثم الحديث عن الأمراض التي تصيب القلب. لكن قبل البدء به في يوم غد إن شاء الله، اليوم أريد أن نختم موضوع القلب السليم بسؤال، وهو سؤال يسأله الكثير ويهمنا جميعا معرفته ومعرفة إجابته، وأن نسأل أنفسنا دوما هذا السؤال: هل الله سبحانه وتعالى راض عنا؟ وكيف يتسنى لي كعبد معرفة أن الله راض عني؟ رضا الله هي الغاية، هي المقصد، ولذلك دائما نكرر وننقشه في القلب والعقل قبل اللسان: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فرضا الله هو الغاية العظمى لنا كمؤمنين. وإذا رضي الله عز وجل عني لا يهم بعد ذلك رضيت عني أم لا، رضى الناس أم سخطوا لا يهم. اليوم يتواجد على الكرة الأرضية ما يقارب من 7.5 مليار إنسان، يزيد أو ينقص. لو أن 7.5 مليار إنسان راضون عنك، مجدوك، مدحوك، رفعوك، أثنوا عليك، قدسوك، ولم يكن الله راضيا عنك، فأنت أشد الخاسرين. يعني أكبر من نسبة البعث في الانتخابات. 7.5 مليار إنسان، بصغيرها، بشبابها، بشيوخها، برجالها، بنسائها، لو رضوا عنك ومجدوك وسيدوك وقدسوك والله غير راض عنك، فأنت أخسر الخاسرين. ولو أن إنسانا ذمه أهل الأرض كلهم ورضي المولى عنه فهو أول الرابحين. تصوروا 7.5 مليار إنسان ذموك وسخطوا عليك، والله وحده راض عنك، فقد ربحت وأنت أول الرابحين. فالعبرة برضا الله عنك، لا أن يرضى عنك البشر ويسخط عليك الله. ولقد أحسن أبو فراس الحمداني في هذا المعنى عندما قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالمهم هو رضا الله عز وجل، المهم أن أرضي الله عني في هذه الدنيا. لكن أيها الأحباب، رضا الله عن عبد لا يعلمه أحد من البشر إلا بخبر من الله عز وجل أو من رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يحكم لأحد بأن الله راض عنه
إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا نحكم نحن البشر لأحد أن الله قد رضي عنه إلا بدليل، مثل أصحاب الشجرة الذين عرفوا بأنهم أهل بيعة الرضوان فقد رضي الله عنهم، ونحكم ونعتقد أن الله قد رضي عنهم، وحكمنا هذا ليس عن هوى وإنما عن دليل أخبرنا الله عز وجل به في القرآن، فقال: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلهم نشهد له بأن الله رضي عنه بما ورد من دليل في كتاب الله. وهكذا كل من شهد له الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشر المبشرين من الصحابة فيشهد لهم بأن الله رضي عنهم، لأن دخول الجنة يستلزم رضا الله عنهم. من سواهم لا يشهد لشخص معين برضا الله عز وجل، حيث ليس لرضا الله عز وجل علامات القطع للعبد بحصوله، لكن له علامات توجب الرجاء في حصول الرضا. أكرر وأرجو أن تحفظوها: ليس هناك لرضا الله عز وجل علامات توجب للعبد رضا الله عز وجل، ولكن يوجد علامات يرجى من خلالها حصول الرضا من الله عز وجل. وهذه العلامة التي يرجى بها حصول الرضا هي أن يوفقك الله للعمل الصالح ويحفظ جوارحك من الحرام. فتوفيق الله عز وجل لك لفعل الطاعة وتحبيبه الطاعة لك من علامات الرضا عنك. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ابن عطاء الله السكندري يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. هل أقامك على الخير وعلى الطاعات، على مساعدة الآخرين، فأنت في مقام يرجى فيه رضا الله عنك. أما إن أقمت على المعاصي والمنكرات فلا تظن أنها علامة وإشارة على رضا الله. مما روي عن بني إسرائيل أن سيدنا موسى عليه السلام قال: يا رب أخبرني عن آية، علامة، أخبرني عن آية رضاك عن عبدك، أخبرني عن علامة وإشارة رضاك عن العبد. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يا موسى إذا رأيتني أهيئ له طاعتي وأصرفه عن معصيتي فذاك آية رضائي عنه. هذه مرتبة الرضا، اللهم ارضى عنا، وهي تختلف عن مرتبة الحب. إذا الله سبحانه وتعالى أحبك هذه مرتبة ومنزلة أعلى وأعظم من منزلة رضا الله عز وجل عنك. الله سبحانه وتعالى الرحيم إذا صرفك عن الفحشاء فهو راض عنك. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى راض عنك يبعدك عن الفحشاء والمنكر، لكن الله عز وجل إذا أبعد الحرام عنك فهذه علامة يرجى فيها أن الله عز وجل يحبك. هو يمشي بين الناس، يذهب ويأتي، يقوم ويقعد، وله حصن كأنها أشعة فوق البنفسجية من حوله تجعل الحرام كل ما يراه يبتعد عنه. انظر، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. تأمل في الآية وفكر وتمعن. من صرف ممن؟ من صرف ممن؟ هل يوسف صرف عن الفحشاء أم الفحشاء صرف عن يوسف؟ تأمل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يحبنا وأن يوفقنا إلى العمل الصالح وأن يبعدنا عن الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.